السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا ردة فعل المدرب الكابتن وليد الركراكي بعدما سئل في مؤتمر صحفي عن نرفزة اللاعب حكيم زياش. كما كنعرفوا بأنه كاع اللاعبين كيتنرفزوا، لكن لاعبين العرب ما كنشوفوش هادشي في الملاعب الأوروبية. ملي كنقول ما كنشوفوش هادشي في الملاعب الأوروبية يعني ما كنقصدش لاعبين دون مستوى، كنقصد لاعبين كبار مثل ميسي، رونالدو، رونالدينيو، يعني وقائمة طويلة، زين الدين زيدان والى اخره. علاش كنلاحظوا هذا الشيء فقط في لاعبين العرب؟ وشنو كيسحب راسو كاع هذا؟ راه هذا مدرب هو اللي كيعرف انت لعبتي مزيان وكتلعب مزيان، لكن راه خصك تخلي هذيك البلاصه ديالك، لعبتي راه كاين واحد اللاعب واحد اخر حتى هو خصو يلعب. والغريب في الامر انه شونجمون اللي غادي يتشونجا معاه هو الكعبي. يعني الكعبي كما كنعرفوا بانه تالق في الملاعب الاوروبيه وجاب لقب يعني الفريق ديالو. علاش عندنا حنايا هذا الفكر ديال الاستعماري ان صح التعبير؟ انت شكون كاع بالسلامه؟ انت اللي داز في المنتخب، انت الا كنتي لاعب كبير اصاحبي راك خصك تقبل، حيت لحقاش المنتخب الوطني المدرب كما اللي قال لك هو اللي عنده لي ديسيزيون ديال المنتخب وديال الماتش بصفه عامه، هو اللي غادي يتلام اللي غادي ينهزم المنتخب الوطني. نشوفوا ردة فعل الكابتن وليد الركراكي، وتحيه لك سي وليد. مزيان يتقلقوا، بالعكس انا ديما كنقول اللاعب اللي ما كيتقلقش ملي كيخرج ماشي ان كومبيتيتور. حكيم كان باغي يبقى في التيران، حتى يوسف باغيين يبينوا، مي بحال اللي قلت سي موا كي برون لي ديسيزيون. شميت هاد المومون كان خصنا ان بو بلوس دو سون نوف. عندك الصح، سي با دي كومبورتمون. علاش بالنسبه للاسئله ديالكم، علاش كتركزوا مثلا على المسائل السلبيه؟ علاش كتحرجوا يعني كتبغيو تحرجوا يعني المدرب وفي القرارات ديالو، بالرغم انه كنا كنعرفوا بانه فاز في المقابله؟ ولكن جبد لهم واحد الدوسي ديال لا كوب دي موند ديال قطر، قال لهم علاش ما هضرتوش على بوفال؟ حتى هو دار نفس التصرف، يعني في كاس العالم دار نفس التصرف وخرجته وصدقنا فاز مع ضد المنتخب البلجيكي وصدقنا فزنا بالمباراه. علاش ما هضرتوش على يعني الحاله هذه ان صح التعبير؟ باش تعرف الصحافه هما تيقلبوا على المشاكل. ولكن سي وليد معلم، ما نخافوش عليك، انت معلم، المهم هي النتيجه. داكشي راه ربما حنا داكشي اللي كنشوفوه انت يعني كمدرب يعني فني، انت كتشوف يعني بعض الحوايج اللي ما كيشوفهاش الجمهور، بحكم انك خبراوي ويعني صح بحكم انك عندك الخبره وكتعرف اللعاب واش مازال عنده باش يعطي ولا وقيلا عيا، ولا النظره ديالك حول التيران ماشي هي النظره ديال الجمهور، بحكم انك الاطار الفني للمنتخب الوطني كتشوف شي حوايج اللي ما كيشوفهاش الانسان العادي، يعني المتفرج عادي. وتحياتي لك السي وليد. انا ما شفتهمش بالحق. سي الفوتبول باغ اكزومبل في قطر اللي انت قلتي رجعنا من قطر، سي بوفال خرج وضرب بوطو وكان مقلق وربحنا الماتش ديال بلجيكا وزادت الكره وما كاين مشكل. هذيك كترا في الكره، غير ملي ربحنا مع بلجيكا كنا في كاس العالم حتى واحد ما سولني على شنو دار بوفال، كيفاش دار هي الكره. كنعاودها لك، اي لاعب كبير ملي كيخرج كيتقلق وماشي مشكل. ولا بغيتي تعرف واش كاين شي ما كاين مشاكل، الدراري كيحترموني كنحترمهم، انا ما عنديش مشكل يتقلقوا، بالعكس يضرب القرعه غير ريسبكتي الجمهور ديالنا وريسبكتي الكره، من بعد يتقلق من بعد عندنا ما عندناش مشكل. بحال مع بوفال بحال مع بزاف ملي كيخرجوا كيتقلقوا ما كاين مشكل. حدث ما لم يكن في الحسبان. نرجعوا للحماق ديال الصحافة الجزائرية. حدث ما لم يكن في الحسبان بعدما أن رأينا المنتخب
الفضاء والله ما عرفت كيفاش غادي نقول. هذاك عندهم واحد المنتخب مريخي، يعني اي حاجه كتوقع للمنتخب الجزائري لابد انه هناك الاصبع ديال المغرب في هذا الشيء، وبالتحديد الاصبع ديال السي فوزي القجع. وحماق هاد الناس هادو، ولكن بداو كيرجعوا للرشد ديالهم، بداو كيرجعوا شيئا فشيئا، بداو كيرجعوا للرشد ديالهم. وتشمع لكم الجزائريين ونشوفوا هاد السيد هذا شنو غادي يقول. بلا ما نحرق الفيديو نشوفوا هاد السيد هذا شنو غايقول. بعدما كنا نتطلع من أجل رؤية منتخب جزائري بوجه مغاير، خاصة بعد المباراتين الوديتين لشهر مارس بقيادة مدرب جديد اسمه فلاديمير بيتكوفيتش. مباراة غينيا اليوم بملعب نيلسون مونديلا لحساب الجولة الثالثة من تصفية المونديال عادتنا إلى أرض الواقع، عادتنا إلى أرض الواقع الذي يقول بأننا نملك منتخبا لم يتأهل إلى كأس العالم في المرة الماضية، ولم يتأهل أيضا إلى الدور الثاني من كأس أفريقيا على مرتين 2022 و 2024. اليوم مباراة غينيا أعادتنا إلى أرض الواقع وأكدت لنا بأننا لا يزال ينتظرنا عمل كبير مع هذا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. المنتخب الوطني الجزائري سقط اليوم بثنائية بميدانه وأمام جماهيره أمام منتخب غينيا بقيادة مدرب غيني محلي اسمه كابا دياوارا. ثنائية أكدت بأن المنتخب الوطني الجزائري خاصة من ناحية الأداء لا يزال بعيدا جدا عن المستوى. شوف واحد خاينا عاوتاني، هذا الصحفي هذا تيهضر مع واحد المحلل تيقول لي بأنه يعني المغرب راه ما عندهاش واش أي حاجة وقعت لينا حنا المنتخب الجزائري، راه المغرب دخل. واحد الصحفي كيدخل السياسة مع الرياضة مع كلشي، كيخلط كلشي، داير بحال داك الشكل ديال اليو اف سي، يعني الفنون القتالية المختلطة، كيدخل الرياضة وكذا عجن كلشي، وتيقول لهم راه الجهاد هذا هو الجهاد، راه الدولة ديال المخزنية وكيطبعوا مع إسرائيل واليهود. شنو جاب اليهود إسرائيل الرياضة التطبيع شرك راه خلط كلشي. شوف زيدوا نحصلوا في المغرب كل شيء من تحتهم يوسف، هما من يحكمون الكرة الأفريقية. يعني تعادل امام بوركينا فاسو سببه المغرب. ليس بتعادل يوسف، شوف ليس بتعادل ولا ربحنا عند ربي. يا يوسف تقيم لك لو ماتش هذا كان يروح ب5 ولا ب6 للجزائر. هل ترى لو بيت كيزون ماركي الكل بوركينا فاسو صحيح؟ صحيح ليس بصحيح يوسف. لو كان تتقن مليح كما قال واسمه الحاكم المغربي ربي يهديك استاذ ناصر. صحيح 200%. ربي يهديني. صحيح 200%. كل الحكام قال لك صحيح، كل الحكام قال لك صحيح. نعم. وما كاينش ضربة جزاء في التلفزيون تاعكم واقع. لا ماشي صحيح. ضربة جزاء صحيحة. ضربة جزاء واحدة. اتقي الله يوسف. واحدة الاخرين غير متعلمين. يوسف هناك والله اتقي الله صح. اتقي الله يا يوسف. الجزائر حتى نقدر نهضر مع العالم. كيف جابها؟ بيناتنا ماناش متفاهمين. ماناش نجاهدوا استاذ ناصر باش ماكش تجاوب. حبيت نقول لك باللي جهاد هذا، نقول لك جهاد يوسف. لماذا؟ لو كان نطبع مع المخزن هذا والإسرائيليين احنا اللي راح نحكموا في لجنة التحكيم، ولكن الجزائر بسيادتها وبرؤسائها وبشعبها الموت موت واحدة والأسباب متعددة وبدبونها. ظلم على ظلم يا يوسف. راهم كونتر الجزائر. لما تشوف صحافة أوروبية شبه أوروبية تتكلم بأن الجزائر محقورة، هنا تعرف واش معناتها يوسف. ما تقوليش انت الجزائر باستطاعتها. شوف يا يوسف، يعني مؤامرة موجودة حقيقة. واحد آخر يعني مؤامرة موجودة كونية، وكاع الكواكب راه ما كيخليو حتى كوكب، ابتداء من الكوكب المراقب كلشي الى كوكب الزهرة. كاع الكواكب تتآمر على الجزائر. اعطينا خويا المؤامرات ديالك نشوفوهم. ولذلك موثقة يعني. نعم موثق. أنا شخصيا يخيل لي أنه أصبح الأمر يتجاوز الكرة. هناك أشياء أخرى، معطيات أخرى كما قلنا تتعلق بهذا اللوبينج الذي يمارسه الفوزي الأقجع باسم المخزن المغربي طبعا داخل أروقة الكاف، والأمور أصبحت مفضوحة. الكل يعمل من أجل أن تسقط الجزائر
من كل ما هو شيء جميل. هذا رد اولا لكل من خاصه من جانب الجبهه الداخليه التي دائما تبدي وتعطي صوره كانها مشتته وليست وراء هذا الوطن الحبيب بلحمه واحده وبكلمه رجل واحد وبقلب رجل واحد. اليوم هذا رد اخر ان المدعي لقجع يعمل كل شيء للإطاحة بالجزائر بإعاز من المخزن الذي لم يهضم يعني الحمد لله ولله الحمد يعني مبادئنا ومواقفنا الجزائرية الشجاعة التي نفتخر بها خاصة فيما يجري في غزة وما نراه من ظلم واستباحة الدماء العرب والمسلمين. واشنو جايب غزة؟ واشنو جايب غزة القجع؟ قلت لكم راه الناس كيخلطوا ما عرفتش كيفاش غادي نقولها، كيصاوبوا العصير يعني بماء زمزم وحتى كيخلطوا كلشي. شنو هادشي دابا؟ شنو جاي دابا غزة والظلم؟ شنو جايب غزة؟ كرة القدم والقجاء والمنتخب المغربي وحتى ما عرفتش شنو عندهم في راسهم هاد الناس هادو. واش تياكلوا شي حاجة ولا والله الا هادشي علاش ديما تنقول لكم بانهم راه كيستعملوا شي حاجة. راه نورمال هاد الهضرة هادي، يعني راه العقل ما كيتقبلهاش، ما غتفهم والو. شتي الا تصنتش اليوم ما غتفهم حتى لعبة. كيجيبوا لك التاريخ مع الجغرافيا مع الرياضيات وكيعجنوا لك داكشي كامل. والحماق المسلمين الفلسطينيين في هذه الايام. اليوم انا افتخر ببلدي، قد نختلف، قد تكون لنا زاويه اخرى من نرى بها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكن دائما ولا لست اعمل شعبويه ولا شيء، هذه حقيقه لا ينكرها الا جاحد. افتخر ببلدي عن موقفها الشجاع هذا البعيد عن التطبيع مع من يريدون زعزعة استقرار كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم. اليوم نتحدث كرويا عفوا، وكأنك تشير إلى أن هؤلاء الذين تحدثنا عنهم يستغلون وضع سياسي معين. أكيد له علاقة أيضا نعم، يرتكزون على عفوا مع اللوبيات التي تتحدث عنها يا أستاذ حسام. لا يستطيعون أن تكون لهم هذه القوة لولا ذلك اللوبي الذي يرتكزون عليه، ولكن هي فترة والأيام ستمر، تداول، يوم لك ويوم لنا. نعم، هذا الايام دول بارك الله فيك. تلك الايام نداولها بين الناس. خلي معليش، احنا على الاقل لما كنا في اعز قوتنا عمرنا ما سينا نظلموا الناس ولا ندنا لهم. على كل حال وكش اللي يقدر يدنا لنا غير ولا درناها بيدنا. لازم نعزز الجبهه الداخليه يا حسام، لازم نوريو بلي احنا قويين، ماشي خلينا كنت تشوفوا غير مؤامره ومهويه ما كاش. لا اخي العزيز، اليوم بعد لازم نجهز الجبهه الداخليه. وتشوف لكم هذه راه رياضه هذه، وخصكم تصلحوا يعني الجامعه والجامعه ديال الرياضه. واش جايبه صاحبي السياسه؟ انت علاش كتهضر في السياسه؟ والله ما عندهم ثقافه كرويه هاد الناس هادو. والرياضه راه كتبقى رياضه. وانت واش انت كتقول لي كون ما طبقوش كون ماشي اسرائيل؟ واش اسرائيل هي الافا سونتر ولا ميليتيران ولا بونو تا هو راه من بنيامين نتنياهو هو اللي شاد لهم الكارديان وتا الريوس ديال الطارو. وكمل يا المرايقي كمل. لما كنا نرى التحكيم الفاضح الذي تعرضنا له، زين تتذكر جيدا التحكيم وحتى التعيينات حسام. تصور انت الجزائر لا تريد جوشوا بوندو لا تريد قسامه، يعينوا لنا قسامه وجوشوا. أيعقل هذا؟ صحيح. أيعقل هذا؟ هذه اول شيء. ثاني شيء نزيد ندنا نروحوا اللاعبين اللي خيروهم ولا الاتحاد العاصمه ولا اكيد فيه تلاعب كبير. هم يفرحون لخساره الجزائر اكثر مما يفرحون لانجازاتهم. هذه مهزله عالميه، الصحف العالميه، الاعلام العالمي كله اندهش من هذه الاختيارات. يعني ارقام رياض محرز تتحدث عن نفسها. فريق اتحاد العاصمه لقبين بالمقابل الوداد المغربي موجود في القائمه. انا كنت اقول ان الفضيحه بلغت اشدها وعروتها في اتحاد العاصمه فقط، ولكن لما عدت الى ارقام رياض محرز في موسم استثنائي وتاريخي، ثلاثيه تاريخيه لم يفعلها. 17 تمريره بارك الله فيك. لا سيلاني دو تو لي ريكور، كسر ارقام كبيره في البريمير ليج. بارك الله فيك. احسن ممرر حاسم ب 61 تمريره، في هداف، شارك في كل المنافسات ولو انه لم يلعب النهائي الاغلى يعني على بالك لا بلو كروند كومبيتيسيون في جريت. وبالمقابل ارقام عاديه ما تتصالح. واش حنا دابا نبقاو نشدوا ديما حنا شنو دار واللي فات مات. راه هذه هي المشكله ديالكم، هذه هي المشكله ديالكم يا الكراغيله. رياض محرز عندكم رياض محرز
حطم الارقام القياسيه في الشامبيونز ليغ ولا في البريمير ليغ. هذا هو المشكل ديالكم نتوما. وراه فات هذيك عامين ولا 3 سنين اللي دوزها في الانجليز وفاتت صافي مشات تمحات. عطينا صاحبي صنع لنا بحال رياض محرز. رياض محرز راه مات من شحال هادي، اللعب ديالو مات صافي سالا كبر باللغه العربيه. عطونا المدرسه الجامعه طلعوا بحال رياض محرز. هادشي اللي بغينا لكم حنايا كما كيديروا المغاربه. شتوا بحالو كتشتوا في العالم اللعابه ديالكم يلعبوا في النوادي الاوروبيه وكونوا تلاميذ ماشي تبقاو عليهم بالتصرفيق. راه التصرفيق راه ما كيطلعش اللاعب. لم يتحصل على شيء. أنا ماذا كتبت حتى في رابطة أبطال أوروبا. أخي العزيز أنا ماذا قلت وماذا كتبت؟ كتبت أن لا يمكن أن أشك في لاعب كأشرف حكيمي انترنسك، يعني كما يقول قيمة فردية، ولكن ما حققه رياض بعيد كل البعد. استحوا أن يضعوا استحوا أن يضعوا بونو فأتوا بأشرف حكيمي حتى لا نقول أن حارس المرمى عمرها ما صارت في أفريقيا. ولكن بونو موجود في قائمة الأفضل الحراس النهائية. صح كيتشوف من كان حاسما في كأس العالم إن تحدث لأنهم هم سيقولون لك اخترنا حكيمي لأنه الحق الدومي فينال تاع كوب دي موند. ابدا اون اوكي كا تو بو لو جوستيفي كوم سا مع محرز، ما تقدرش جوستيفي. محرز احسن هداف، يعني تمريرات حاسمه ثلاثيه تاريخيه واغلى كاس. اسمه مليح حسام. لا احد صنع ما صنعه رياض محرز امام شيفيلد في التأهل نصف النهائي، وهو كذلك. 58 دوسا فقط من صنع ما صنعه رياض محرز. حتى نعطي كلمه لجمال مسعودان قبل ان نذهب الى الفاصل، او نذهب الى الفاصل ثم نعود اليك سي جمال مسعودان. مشاهدينا الفاضل، جمال مسعودان تحدثنا عن كل ما يحدث هذا التكالب ضد الجزائر من طرف اللوبيات الموجوده داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم. ما هي الان الاساليب التي يجب ان نتبعها نحن لكي ندافع عن الجزائر، عن الكرة الجزائرية خاصة ونحن مقبلون على قال لك التكالب الذي يوجد داخل الأروقة يعني الكونفدرالية الإفريقية أو الفيفا، عفوا يعني الاتحاد الإفريقي، المهم الرياضة الإفريقية بصفة عامة. واش عباد الله نتوما ملي كتدخلوا للتيران تلعبوا كرة، واش كاين شي واحد كيجي كيشد اللاعب في رجلو كيقول له لا ما تيريش؟ وتبينوا لينا هذيك سميتها كرة القدم. إذا كان الحكم مثلا غلط ما عطاناش بيناتي نجيبها بالركابي ديالي. كونوا منتخب صاحبي اللياقة البدنية عالية، تكنيكمون فيزيكمون المنتخب ككل. دابا المشكل ديالكم نتوما هو ما كاينينش الناس المناسبين في الأماكن المناسبة. وانتو واش عسكري غتحطوا مدرب ولا تحطوا إطار فني ديال المنتخب ديال كرة القدم؟ راه كل واحد عنده المجال ديالو. رياضي خصكم تحطوا الناس لعبوا الرياضه وكيفهموا في الرياضه في الاماكن الرياضيه. راه ماشي انا غادي نجيب لعب مثلا رابح متجر نحطو في يعني الجامعه ديال البوكس، اش غادي يفهم في البوكس؟ ولا نجيب شي واحد يعني شامبيون دي موند محمد علي كلاين نحطو مدرب كره القدم، اش غيدير لي هذا؟ راه كل واحد عنده المجالات ديالو كيفهم والاختصاصات ديالو. راه هذا هو المشكل ديالكم نتوما. افريقيا للامم المقبله، المنتخب الوطني يجب ان يحمى من طرف الكل ضد هذه التصرفات. تفضل. لك الفضل. على كل حال ما قال زين وحتى الاخ مؤمن، ولكن انا حبيت ننفرسي لا كيسيون. هل هذا يعني بما انك سميته لوبي وانا مع اللوبينغ، جو سي بارتيزون دو لوبينغ، والجزائر عليها ان تلعب دون لو لوبينغ ليس بهذه الاساليب. نو خليني جاي للاساليب. كري ان ريزو افريكان كي نوز ابارتوني. كان عندنا ريزو افريكان مهم جدا، والجزائر كان دائما وابدا البلد الذي دافع على كل ما هو افريقي وافريكان، حتى في الديون ولا حتى في الوقوف في القضايا العادله. هذا لا غبار عليه. انا قلت لك السؤال اللي نطرحه، هل هذا اللوبي اللي يتزعم هذا الذي يعتبر نفسه على اساس انه القابض وهو الناهي ولا في الكاف، ام هل هو ضعفنا؟ انا اقولها بكل صراحه ولا يعب علي احد اننا نحن وذا تعاقب من زمان عيبنا في نحن. وتكلم سي مؤمن على قضيه اللحمه الداخليه، فربما لا يقصد بها الشعب لانه الشعب متلاحم، يقصد بها المسؤولين اللي تعاقبوا عن المسؤوليات. لا
انت بديتي كتهضر يا راس الطار، راه عيبكم فيكم، راه العيب فيكم ماشي في الناس ديال الخارج كما كتسميوهم نتوما، العيب راه فيكم، راه عندكم مشاكل داخليه، واشي ما كيحملش، واشي كيطغى على شي، راه فيكم العيوب، راه فيكم نتوما. كل كيقرر هكا، كل كيعطي الاراء ديالو، كل كيقول داكشي اللي بغا، راه العيب فيكم يا الكراغيله، وراه ما عمركم غتقادوا. سير كمل. لا أقبل أنا شخصيا على أنه يأتي رئيس فيدرالية ينحي ناس كانوا موجودين مثلا في الكونفدرالية. كان خطأ وخطأ جوهري أننا كنا ما لازمش نخدموا اليوم. كنا احنا الفيدراليات كانت تبني على ما تركه من ايجابي الفيدراليات اللي سبقها، ولكن احنا كنا العكس. كل فيدراليه تاتي الا وتشتم التي ذهبت من قبلها. هذا الامر من جهه ثانيه التكالب، ويسمحوا لي ماشي كل الصحفيين ولا مش كل الاعلاميين، ولكن فيه اعلاميين وفيه صحفيين وفيه نقاد اللي راهم يمدوا بكل صراحه لا ماتيير الكاف ولا ماتيير جهات معينه على اساس انها تستقوي على الجزائر، لانها تخرج كانوا تحوس الضعف الجزائر. ونعطيك امثله كثيره. نحن على شهر ما حدث في الهاندبول يريدونه ان يحدث مثلا في الفوتبول. نحن على مده شهر على لا كومبيتيسيون افريكان في جونفي. سنتحدث عن هذه النقطه. لا مش هذا داخل في ان نهضر لك في اطار لوبين، ولكن انا بما انه تفضل مؤمن وزين عامر انهم يتكلموا على ما يقوم به اللوبي، انا نحاول نتكلم لك على الجانب اللي راهو يظهر. راني معك. لما تشوف انت مثلا بعض يتكلم على الوزير الحالي يقول لك كيف يكون وزير، وعلى رئيس اللجنه الاولمبيه، وانت في المقابل تشوف وزير هو رئيس فيدراليه ووزير ماليه. صحيح. تشوف وهنا يعني هذا الشيء يخلوه يجوز. هنا يعني شطرك الراي، ولكن هذا ما يخليش ان لاكاف ما عندها حتى عود. لما انت اتحاد العاصمه فائز بكاس الكاف وكاس السوبر يا اخويا ما تكلموش على محرز. انا راني راجع من لي زيليكسيون تاع بهلول الى يومنا هذا. نعم. نحن في تراجع عليه. بهلول رشحناه وما فزناش. مع الشمرالي تاع ما كان عنده. ولكن انا لما تكلمني على التراكمات راني اشاطرك الراي، ولكن يعني احنا في السابق كم حبيت نكمل في 2019 سامحني الرئيس، في 2019 فزنا بكل الالقاب في الاحتفال تاع كي كان الرئيس ربحنا باحسن منتخب، احسن مدرب، احسن لاعب، فزنا كل شيء. هذا كان هذا اللقجع متواجد باش تشوف انت كان عنده عام ونصف. احنا ما نحبوش الرجال، احنا ما نحبوش الناس اللي تحت احنا نحبوا الرجال. الله يسحرقوا. قال له في 2019 كنا في الطب، يعني هذه كرة القدم راه شي داكشي بيناتهم، واحد كيشرق وواحد كيغرب. قال له في 2019 فزنا بكلشي، جوائز فرديه، منتخب الطب، احسن منتخب، وكان القجع مالو. علاش كتستعد القجع؟ والناس المسؤولين ديال لاكاب كانوا كاملين في 2019 هما اللي كانوا ديك الساعات، هما اللي كاينين دابا. ومالنا حنا في 2019 ملي كان فريق يعني قوي ومنظم، يعني وفيه لاعبين في مستوى عالي. انا ذاك حقروا شي واحد، وراه هذه سميتها كرة القدم يا عباد الله. وما عندكمش حاليا في الفريق كلشي شارف، والدراري اللي طلعوا راه ما كاينش مع من يلعبوا. عندكم مشاكل تكنيكمون، يعني المنتخب وفيزيكمون يعني غير مستعد. كتشوف المنتخب الجزائري غير منظم، ملي كتفرج في المنتخب غير منظم بتاتا، شي كيشرق شي كيغرب. في هذه النقطة بالذات ما الذي تغير؟ أنا أقول لك كما قال لك أنا وشاطره الرأي، وندخل في الفكرة تاعو أن احنا ما نخلوش الرجال تخدم، حنا نحقروا الرجال، حنا ما نحبوش الواحد يعني كي يكون في لالونسي نحبوا نكسروه. وشكون كسروه؟ حنا نكسروا من الداخل، ولكن هذا ما يخليش أن من الخارج كما قال لك الناس تستفيد من هذه يعني الأخطاء ويستقووا بهذا الناس. هل يعقل أنه في 4 سنوات في موندا ينديروا 4 رؤساء؟ نعم. هل هذا ضعف؟ هذا ضعف كبير. هناك خبر مهم ياسين معلومي يخص كأس أمم إفريقيا 2025. يعني
سقطات هيئة موتسيبي تتواصل يا ياسين يا معلومي، عندما يخرج أحد المسؤولين وهو الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقول بأنها ستتأجل. قال لك هناك خبر يعني غير متوقع، لأنه المنتخب الجزائري لن يشارك في كأس إفريقيا ولا في كأس العالم، وهذا شيء متوقع، هذا الشيء متوقع ومنتظر، لأنه الفريق غير منظم كما قلت سالفا، ما كاينش الأناس المناسبين في الأماكن المناسبة، ما كاينش تداريب يعني في كما تنقولوا تداريب شاقة، استعدادات نفسية أولا ثم بدنية ثم تقنية. ما عندوش المنتخب الجزائري، لا حول له ولا قوة له الآن. يعني يجب تغيير المنظومة ككل، ليس بالمدرب، الناس الكبار كما تنقولوا كما كتسموهم نتوما الكولاسة. راه عندكم الكولاسة في المنتخب، نتوما عندكم الكولاسة في المنتخب، خصكم تحيدوا هذيك الكولاسة وتخليوا الناس وتعطيهم الحرية في الاختيار والحرية في تسيير المنتخب، وتعطيه واحد المجال ديال سنتين 3 سنوات عاد نحسبوا. في تصريحات للBBC البريطانية تخرج الكاف في بيان رسمي تفند هذه التصريحات وتقول بأنه كأس إفريقيا 2025 لحد الآن مبرمجة في وقتها، أي صيف 2025. فيرون محسوب على جهة من الجهات مباشرة على الجامعة المغربية لكرة القدم، هي اللي تسير فيه، هذه مؤكدة. انه ولا يعمل تصريحات. هذا ايماجيني معناها احد اعمده الاتحاد الافريقي لكره القدم يعمل تصريحات من بعد الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد ساعه ولا يعمل تصريحات يقولوا بلي ما كاش منها انه كاس افريقيا منطقيا راح تندار واسمه في مكانها. هذا يدل على انه الاتحاد الافريقي لكره القدم دائما نقولوها ابراهيم دميه، دائما شوف هذه الدميه انا دائما نقولها دميه، وانا نظن حتى ايام موتسيبي على حسب واش انا نسمعوا اسمه دوغوش واسمه ادوات، ايام موتسيبي على راس الهيئه الافريقيه ربما اصبحت نقول لك محسوبه، نقول لك ربما يكمل بالك المنظر تاعو لانه فيه تحركات كبيره في الجمعيه العامه للاتحاد الافريقي لكره القدم 54 بلد، لانهم غير راضيين على طريقه واسمه تسيير هذه الهيئه واسمه هذا من جهه ثانيه انه اليوم احنا متاكدين انه البلد الذي سيحتضن كاس افريقيا 2025 هو غير جاهز 100%. صحيح. لو جا جاهز 100% كان يدير هذه المنافسه كي نقول لك في وقتها لانك اليوم انت دير كاس افريقيا منطقيا نتايا دير كاس افريقيا في وقتها بكل امكانيات الى عندك ما عندكش اتصل بالاتحاد الافريقي قال انا ما ننجمش. هناك بلدان عديده تنجم دير كاس افريقيا، جنوب افريقيا تنجم، الجزائر اليوم تنجم، وعندنا كل الامكانيات الموجوده، ملاعب، مطارات، فنادق، كذا كلش واسمه جاهز. وزيد انا متاكد انه الملف الجزائري المقدم الى الاتحاد الافريقي لكره القدم احسن واحسن. قال لك الجزائر تنجم، يعني المغرب ما نجمش، ما عندوش الامكانيات، والجزائر نجم، والتيرانات مرونين محفرين بحال ضربتهم الانفلونزا البرتقيز والحماق، والناس غضبانين وحاقدين على هذه البلاد هذه. احنا ما كنكروش بانه المغرب راه ماشي جنه، يعني راه فيه المشاكل تا هو ديال الملاعب وديال كذا، لكن الاغلب قليل جدا، والاغلبيه كله في الطب من الناحيه الرياضيه. انا كنهضر في الرياضه، ما كنهضرش لا في السياسه وكذا. المشاكل كاينه في العالم كامل، في امريكان وراه كاينه البطاله والمشاكل ما كنهضروش حنا في الرياضه. عباد الله الجزائر دابا حاليا احسن من المغرب فيما يخص التنظيم، والله الى الحماق بكثير من بعض البلدان اللي داو هذه هي المنافسه. انا نقول لك الاتحاد الافريقي لكره القدم يسير، نقول لك من الخارج مش من افريقيا، يسير من الخارج. واليوم حتى الاعضاء الموجودين اعضاء ضعاف. في وقت عيسى حياته مثلا ما كانش الاتحاد الافريقي، ربما انتم عاشرتوه في مرحله من واسمه مراحل، ما كانش الضعف كما راه اليوم حاليا. الضعف حاليا يصير معلومه موسيمبو فيرون
موسينغو أومبا قال أنه السبب الذي يجعل تأجيل كأس أفريقيا 2015 كأس العالم للأندية من صيف هي كأس العالم للأندية التي ستقام ما بين جوان وجويليا 2025. هل هذا السبب يجعل كأس أفريقيا بوزن وثقل كأس أفريقيا تؤجل؟ سبب اقتصادي يا ابراهيم، السبب اقتصادي، والمخزن اليوم ما هوش قادر باش ينظم كأس افريقيا في الوقت الحالي. تلاعبات وشويه بزنس وشويه كذا، ما مش جاهزين اقتصاديا ولا من كل الجوانب. داوها يعني كما نقولوا حنايا وكأنه الصراع سياسي وكذا، داوها بوكو بلوس كما نقولوا حنا. قال لك المخزن ما يقدرش، السبب اقتصادي، والمغرب راه ما خاصو التاخير، راه كلشي موجود في المغرب. اش من هذا السبب اقتصادي؟ الاقتصاد راه في العالم كامل حاليا، كاين مشكل في الاقتصاد في العالم، يعني من كورونا وما بعد كورونا الناس راه كاين كيحاول انه يوقف على رجليه. يعني راه كما كنعرفوا حنايا كورونا راه كسرات كلشي في العالم، ما كنهضروش حنايا على الاقتصاد راه الناس غاديين عاوتاني في حاله يعني تدارجيه ان صح التعبير. بالتدريج الناس كينهضروا عاوتاني في الاقتصاد ديالهم. وتبزنيز قال لك، وتبزنيز بالمخدرات الكوكايين، وحنا كنمشيو نتقداو في كولومبيا والتسييره صاحبيه وجوج الشرع زيرو. بالعامة تغننت، ولكن الحقيقة تبان. حقيقتهم اليوم أنهم غير جاهزين، وعمرهم اللي يكونوا جاهزين. ما عندهمش إمكانيات، بلادهم عايش، شعبهم عايش في محنة كبيرة، في فقر كبير. اللي نشوفوه في الآخر ما هي إلا صورة كما نقول تغلط في الجميع. المغرب عمره ولا يكون جاهز، ودارها في السابق وزاد دارها اليوم. كانت في السابق وعادت اليوم كأس أفريقيا 2025. كان من الواجب أن تمنح ياسين معلومي للجزائر، طبعا كنا الأجدر والأمثل والأنسب. قال لك داكشي كامل صورة يعني مزيفة. المغرب راه ما عمره غادي يكون جاهز، وما عمره غادي يديها. وداكشي كامل اللي كنشوفو حنايا يعني في التنظيمات ديال كأس العالم للأندية، وهاد الماتشات اللي جاو هنايا وتلعبوا في الملعب أدرار بأكادير، والملاعب اللي كاينه في الشمال يعني، وفي الملاعب اللي كاينه في الرباط، هذيك كامله داك الملاعب كانت في يعني الخيال العلمي، ماشي واقع. داكشي ماشي واقع، وداك الجمهور تا هو مفبرك. داكشي كما تيقولوا هذيك باش تيقولوا ليها كاع اللعبه افتراضيه كما تنقولوا حنا. داكشي افتراضي، داكشي اللي كنشوفوه افتراضي، يعني الصوره افتراضيه داخل الانترنت. داكشي راه ماشي واقع. لدينا كل الامكانيات اللازمه لاحتضان هذه التظاهرات. واسمه فقط شوف كل تصريحات رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم لما احتضنا هنايا مثلا الشان وكاس افريقيا اللي اقل من 17 سنه، كانت من الواجب يعني واجب انها تاخذ الجزائر. سيدي نتوما الاولين خذوا داكشي اللي بغيتوا، ولكن واش نتوما عندكم البنيه التحتيه باش تسايروا هاد كاس افريقيا؟ وحتى نتوما هذيك الالعاب الاولمبيه ما قدرتوش يعني تنظموها بشكل جيد. كتلقى الابطال هذا فاز، البطل فاز، وكديروا ليه ناشيد ديال بلاد واحده اخرى من غير ما كتقدروش تحطوا الناشيد ديال بلادو. والحماق والله حتى الحماق. انا المهم كل المنافسات اللي درناها هنايا، العاب البحر الابيض المتوسط اللي درناها واسمه في وهران، كل التصريحات اللي كانت تاع الاتحاد الافريقي لكره القدم تقول باللي انه كل حاجه يعني كانت واجده وجاهزه وحقيقه يعني الناس كاع شافت. لما تشوف اسمه الملاعب التحفه هذه، لما تشوف انك، ولكن لما يجوا ناس في الاتحاد الافريقي لكره القدم اليوم باش تحتضن كاس افريقيا للذي يدفع واسمه بزاف اكثر كما يقولوا والورق. اييه انا شخصيا شفتها، كانت كل شيء بما في ذلك الملعب الاولمبي كان جاهز، ويعني اذا شفتيه كتقول هذا تيران يعني في ذو امكانيات ما غاديش نقول عاليه جدا، لكن انا نقول لا باس بها، يعني صالحه لاجراء مباريات كره القدم. لكن شفنا هذاك التيران بعد مرور سنه بعد المنافسات كي ولات الارضيه ديالو ضربته التونيه تقلع الارض. هادشي اللي كيبين بانكم نتوما بحال كتزوقوا كما تيقولوا العكر فوق الخنونه، ولكن مع مرور الوقت والطقس وداكشي كيبين لك شنو عندك اخاي ديالي، اشنو كاين لتحت، ماشي كتزوق. الاتحاد الافريقي الناس راه ما عندهمش
ما عندهمش الشفرجل في راسهم. الناس قاريين على داكشي، عارفين بان هذا الزواق داكشي، كتزوقوا داكشي باش كدوزوا واحد الرساله وتنظموا واحد زعما حنا راه كاينين وكمل. الورقه الخضراء، الورقه الخضراء هي التي تحدد اسم ابراهيم. تحفه، ملاعب تحفه. انا غادي نشدك يا راس الدنجاله. قال لك هنا في الاتحاد الافريقي اللي كيدفع بزاف هو اللي كيفوز يعني بشرف احتضان كاس افريقيا. الورقه الخضراء يعني الدولار. واش المغرب اغنى من الجزائر؟ نتوما عندكم الفلوس ودفعوا الفلوس. اذا المغرب اغنى، غني عليكم، كيدفع الاموال باش لبلادو باش يجيب يعني المنافسات لبلادو باش بلادو تشهر واقتصاديا وتحسن اقتصاديا وما الى ذلك. وفين هي فلوسكم نتوما؟ وسير كمل سير. واسموا الاشياء بمسمياتها. منتخب مهلهل واحد، لاعبين بدون مستوى. انا قبل 3 اشهر ذكر هنا قلت لك افضل لاعب في المنتخب الجزائري يلعب، افضل لاعب من حيث المستوى يلعب في نادي ميران اللي هو اسماعيل بن ناصر، ما شاركش امس. وثاني افضل لاعب من حيث اسماء الانديه اللي يلعب فيها في المنتخب الوطني هو رامي بن سبيلي يلعب في بوريسيا دورتموند. اليوم رانا ولينا للواقع سنوات من التطبيل ما عدا رياض محرز اللي كان يلعب في مانشستر سيتي. اعطيني اسماء الانديه اللي يلعبوا فيها، الانديه المنتخب العظيم هذا والانديه الكبرى المستوى العالي، ليفربول مانشستر سيتي ما عدا. الى هذا الحد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.